السلام عليكم المتتبعين ديالي، كيف نتوما؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله يا ربي. و اليوم نهار جديد، فيديو جديد يعني. ولو انا ما كننزلش الفيديوهات بزاف، كننزل مره وعلى حسب يعني الظروف، يعني ما كتسمحليش يعني كل مره نسجل فيديو، على حقاش ما عنديش يعني الصراحه الله يعني في حاله نعمل حسن مكرهش نصور انا يوميا شي فيديو ننزله ونشاركه معكم لما لا. ولكن ما الصراحه يعني بالنسبه للحكم الظروف اللي عندي ما كتسمحليش دي يوميا ننشر الفيديو. وكنسلم عليكم بزاف وكنتمنىكم تكونوا بألف خير وبصحة جيدة إن شاء الله. وكنسلم على خوتنا الجزائريين والتونسيين وكاع الدول العربية وخوتنا اللي خارج المغرب وداخل المغرب، وكنتمنىكم تكونوا ألف خير وبصحة جيدة إن شاء الله يا ربي. كما كتشوفوا هذا الفيديو الصراحة كنتمنى يكون خفيف ظريف على قلوبكم بركة كنقولها. وكنت ماشيه صراحه بالعائله للمدرسه، ودوزت هبط المدينه عند واحد البنت ديالي خدامه في واحد المحل تما، وخرجنا انا وياها ودخلنا لهذا المحل. الصراحه عنده داكشي تراثي ومزيون. كنتمنى يا ربي يعجبكم هذا الفيديو يكون خفيف ظريف. هذا المحل مزيون بزاف بزاف حيت عنده داكشي تراثي ومزيون. كنتمنى هذا الفيديو هذا يكون خفيف ظريف على قلوبكم كما كتشوفوا. داكشي الصراحه والله الا مزيون. انا فايت كنت صورت عنده فيديو، ولكن كان التليفون وقع لي فيه مشكل، ما ما كتبش ونزلت هذاك الفيديو. ولكن جات هذه الفرصه هذه، قلت لي ما لا نعملو ونشر هذا الفيديو مع خوتي يعني يشوفوا حتى داكشي. صراحه عنده تراثي مزيون مبخرات كما كتشوفوا. داكشي ديال الحمام ديال العرايس داكشي ما شاء الله عنده داكشي مزيون. وكنتمنى يا ربي ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش من الاشتراك باش يوصلكم كاع الجديد اللي كننزل. وصراحه الله انا ما كنحطش الفيديوهات يوميا، ولكن نحاول زعما نبقى ننزل مره فيديو بحال هيدا. كنبغي يوميا نحط فيديو، ولكن صراحه بالنسبه يعني الظروف اللي عندي ما كتسمحليش يوميا ننزل فيديو. وكنتمنى يا ربي ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش من التشجيع والاشتراك باش يوصلكم كاع الجديد. ودعموني الحساب يعني القناه زعما باش تزيد لي شويه يعني شويه تطلع. وكنتمنى يا ربي هادشي هذا اللي كما كتشوفوا. الصراحه والله الا انا كندخل لهاد المحل وداكشي ديال الفاكهه داكشي عندهم مزيون. وهذا هو درب الجوع. هنا بالليل كيكون عامر، كيكون كيرينتي، كتكون الدنيا معامره والغلاله يعني الدنيا كتكون عامره. انا كنصور يعني مقطع لحقاش بنتي باقا يلاه خصها تطلع للدار وتغدى باش ترجع يعني للخدمه. وخايده قلت لها علاش نشارك هذا الفيديو مع خوتي واخواتاتي. هنايا جيت لعند واحد السيد كندي من عنده الزيت ديال الشعر، ما شاء الله عنده داكشي الزيت غزال. تما كنعمل الزيت كنعمل فيه ديك زريعه الكتان، زريعه البصله، زريعه الكيف، قرنفل، كاع الاعشاب اللي هي صراحه الله انا كندي من عنده هذا الزيت كيوافق لي الشعر البناتي حتى لي انا. صراحه عنده الزيت غزال كما كتشوفوا، الورد يعني جميع الاعشاب كنجمعهم وكنقولوا طحنهم لي كنديه كنبقى ملي كنبغي ندوش البنات ولا شي حاجه كنشقق لهم واحد يعني من الصباح حتى مثلا كنت غنمشي للحمام في العشيه ولا شي حاجه بحال هيدا، ولا كيباتوا بحال هكا بالليل وفي الصباح نديهم الحمام.
صراحه الزيت عنده ما شاء الله، الزيت غزاله غزاله رانا فايته. وكنت حطيت الفيديو ديالو. الصراحه داكشي عنده مزيون. كما كتشوفوا راه يعني الاعشاب راه يعني هذاكشي كامل كيتحيد، كيبقى غير هذاك الزيوت اللي هي فيها يعني كاع الاعشاب، فيها داك واحد سميتو ديك الورقه ديال الزاز، فيها بزاف بزاف الاعشاب، شحال قدنين الكوك، يعني فيها يعني هذاك الشيء مفيد للشعر زعما هذاك الشيء مزيون بزاف. ومن بعد مشينا لواحد المحل ديت بنتي لي دخلتني لواحد المحل، قلت له اجي ما نتفكشي معاك اليوم، ضروري ندخلوا للمحل وغادي نديو، ولو بعدا نعمل شي فيديو وغادي نديو معنا شي حويجات هيدا بساطين. وكما كتشوفوا الصراحه عنده داكشي المحل الصراحه مزيون، عنده كاع داكشي اللي كتحتاجي للكوزينه. انا صراحه مكرهش تكون عندي الفلوس ندي كلشي داكشي اللي ناقصني في كوزينتي نديه ولكن الحمد لله. المهم دينا داكشي علاش قدينا. شوف داكشي ديال التريات داكشي مزيون بزاف بزاف. صراحه هذا المحل هذا كنجيلو بزاف، يعني كنتقدم من عنده بحال هكايا القشوع هادشي. صراحه عنده داكشي مزيون، خصوصي انا التريات حمقوني عجبوني بزاف، بقيت كنصور فيهم. كنتمنى هذا الفيديو هذا يا ربي يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا الصراحه والله محل مزيون مزيون بزاف. وهذا هو الفيديو ديالي. كنتمنى يا ربي ينال الاعجاب ديالكم. بنتي حتى هي راه كتبقش معايا، حتى هي راه كتفتش في التمزوره هنا، كتقول لي ماما يلا يلا حيت عارفاني انا كنحماق على شي حاجه القشوع. يا ريت يا ريت كنقول لها يا ريت تكون عندي فلوس نبقى ندي انتما كتعرفوا يعني اي مرأة مغربيه كيعجبها ديك الكوزينه ديالها. تكون كاع فيها داكشي اللي كتحتاجو تلقاه يعني في الكوزينه ديالها. وصراحه انا من عشاق القشوع كنتمنى يا ربي هذا الفيديو هذا يكون خفيف ظريف على قلوبكم. وانا غنوريكم هذاك الشيء بسيط اللي ديناه. المهم بعدا ما خرجناش بلاش، المهم دينا شي حاجه معنا في يدنا. كنخليكم المهم خليتكم على خير الا الفيديو الماجي ان شاء الله. وما تنساوش تدخلوا لعند الهام تيفي وتعملوا ليها الاشتراك. وشي كومونتير مزيون هو اللي كيزيد يشجعني. خليتكم على